يعني ايه عنده لعيبه بتعرف تلعب الاهلي بس؟ يعني انت عندكوا لعيبه بتعرف تلعب الاهلي بس كده؟ يعني انتوا الاول كان عندكوا كتاكيت، عندكوا بط بلدي. طب ما انتوا كان عندكوا لعيبه، ما كنتوش بتعرفوا تلعبوا الاهلي؟ الشخصيه ما كانتش موجوده يعني ولا ايه؟ فلا، هو احنا عندنا لعيبه بتعرف تلاعب النادي الاهلي بس. هو حرفيا ده بقيه الجمله، ده بقيه الجمله اللي هم ما قالوهاش. بس ايوه، انا مش مهم اخسر بقى من بيراميدز 3، اخسر من فرقه لسه صاعده، مش مهم. المهم انا بتارجت ماتش الاهلي. يعني عارف انت لما يكون مثلا الاهلي مثلا هلا ماتش في الكاس مع فريق مثلا درجه ثالثه او درجه رابعه، فاللعيبه بتاعت الفريق الدرجه الثالثه او الدرجه الرابعه ايا كان، يعني فريق صغير عامه، بتبقى خلاص مستعد قبل الماتش اللي هو مثلا بشهر ولا حاجه انا هلاعب الاهلي، فانا لازم اظهر بافضل حاجه. بلكي مثلا نادي من الدوري الممتاز يشوفني، ممتاز به يشوفني، اظهر اتاخد الاهلي ياخدني. ده فعلا فلعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وحياتك بقى بيتارجتوا ماتش الاهلي في الموسم. كل موسم انا عندي النهارده، عندي السنه دي الاهلي ماتشين ذهاب وعوده، وممكن العبه في الكاس او السوبر، مش مهم. مش مهم اخد كاس، مش مهم اخد سوبر، مش مهم اخد افريقيا اللي انا ما بشاركش فيها مثلا بقالي سنتين، اللي بيراميدز اخد مكاني. مش مهم كل ده، المهم ان انا هلعب الاهلي عايز اكسبه. انا التارجت بتاعي الموسم دوت ان انا العب الاهلي واكسبه بس كده. فدوت بقى التارجت عند اللعيبه الزملكاويه والجماهير الزملكاويه، حتى الجمهور في المدرجات. انا هدفي ان انا اظهر في المدرجات بشكل حلو اللعيبه اللي كانت بتأدي اداء وحش، واللعيبه اللي مش